رضا بفتح الملايه اللي هم حاطين عليه واللي يعز وزي راح ماسك صباعي ده بتاع الشهاده ده قسما بالله وراح عامله لي كده اهو كده بنفس الطريقه قسما بالله. لا اللي يعز وزي انا بكتب في حرف الخرس لو بكتب راح ماسك صباعي دايس عليه كده هو بص لي نفس الضحك نفس الطريقه. وانا كنت هقول بهزر مع مصر كلها قسما بالله بيمشي في الشارع اجيبه من عند طارق شويه لا لا هو اجيبه من عند ام فلانه واجي انادي عليه اقول لهم يا جماعه خليه يقول لي لا سيبه. الراجل حسب من الفيديوهات والرقص وكمان بطبيعته بيروح معايا كل حته. ده امبارح كان معايا في فرح ببص على البث المباشر لقيته جاب 700,000 شهرنا موجود فيه مش عشان اسماعيل الاسي. انت مش متابع كل فيديوهاته النهارده؟ عظيم رائد الان كل العالم بيتفرج على عايزك تاخد بعضك تمشي كده اي واحده دي ولا اي واحد والله تعرف رضا هتقول لك ده اليوم بيجي يعمل ايه ولا بيروح فين ولا بيجي منين ولا بياكل ايه ولا بيشرب ايه. قال لا والدوام لله ويا رب ما يتعب حد على طلاق ولا على ابنه. وعايز اقول للناس كلها تدعي الرضا والله رضا كان طفل كده زي ما الناس عماله تقول لي هو راح الجنه والله هو كان موجود هنا يعني بيعمل حاجات كده وكنت بقعد استغرب له فيها اقسم بالله. ابو رضا انا اللي هغني وانا اللي هقعد على الدرام. بقول لك انا اللي هغني وانا هقعد على الدرام. لا درامز ده لا درامز مش راجل فنان لا درامز يا ابو رضا. دي ابو كام؟ يعني انا دافع لك 800 جنيه عشان تاكلها للكلاب؟ ايه؟ يعني انت تاكل مع الكلاب؟ اسكت يا ابني بتاكلهم فراخ ليه؟ هات انا اكلها انا. احلف عليكم بعون الله بعون الله انا عمري عليك. معاك الشغل ماليش دعوه. جاي معانا فين؟ في الشغل. هتيجي تغني؟ ماشي يلا بينا يا دار. يلا بينا مع السلامة. انا سامع الدنيا كلها حتى في اللي انت بتعمل عندي شعرك قال لي ابوك زعلان وقاعد يعيط قلت له طب شويه ابو رضا البيت